السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. من شوية وانا بقلب كده قريت جملة عجبتني جدا، قلت اشارككم معايا فيها ونتكلم مع بعض كده نشوف احنا صح ولا غلط مع ولادنا. قبل ما نحلل الجملة كده نعرف هي الاول بتقول ايه. الجملة بتقول: علموا ابناءكم ان الاباء لا يعثرون على الاموال في الطرقات، إنما هي أعمار تدفع، وصحة تذهب، وجسد تأكله الأيام. الجملة دي جواها كلام كتير قوي ومعاني كتير قوي قوي قوي، وحاجات فعلا احنا في غفلة عنها. احنا دايما حاليا بنحاول نخلي ولادنا مش محتاجين حاجة، مش محرومين من حاجة، على الرغم ان مفيش بيت مش بيعاني، خصوصا في الظروف اللي مش كويسة اللي احنا عايشينها. بس الكل دلوقتي بينحت في الصخر وبيقول معلش عشان خاطر ولادي، معلش محرمش ولادي، معلش لازم اجيب لهم كل اللي نفسهم فيه. بس احنا للأسف بنغلط ومن غير ما ناخد بالنا بنربي طفل مهما كبر هيفضل طفل عنيد، طماع، أناني، عايز طلباته واحتياجاته مهما كان السبب، ومهما كان السبيل، ومهما كان الطريق، ومهما كان الدافع، ومهما كان اللي قدامي ده هيقدر على ده ولا لأ. بكل بساطة ماليش دعوة، أنا ماليش دعوة، أنا عاوز ده، ماليش دعوة، أنا محتاج ده، ماليش دعوة، انتم ملزمين بيا. احنا بنعمل اكبر غلط في حياة ولادنا من غير ما ناخد بالنا. من رأيي الشخصي واللي دايما بعمله مثلا مع ولادي ان انا اشاركهم. انا النهاردة معايا تمام، تعالوا نتبسط، تعالوا نجيب حاجة حلوة ونتجمع كلنا مع بعض. يوم تاني مش معايا، يا ماما احنا عاوزين كذا، معيش دلوقتي، اللي معايا دلوقتي ما يسمحش بده، او اللي معايا دلوقتي فيه اولويات ليه. ممكن حد يرد عليا يقولي ده طفل، هو الطفل فاهم اللي انتي بتقوليه؟ الطفل فاهم، الطفل ذكي. مرة في مرة الطفل هيتعود على ده، مرة في مرة قبل ما يجي يقولك بابا انا عاوز كذا وماليش دعوة اتصرف، هيجي بعدها يقولك بابا لو سمحت هي ظروفك دلوقتي تسمح انك تجيب لي كذا، بابا معاك دلوقتي ان احنا نجيب كذا، بابا هيبقى معاك امتى فلوس عشان نقدر نجيب كذا. انت بتربي طفل بمسؤولية شخص كبير، عشان لما يكبر الطفل ده يبقى اتربى على المسؤولية، اتربى على التحمل، اتربى على انه يقدر ظروف اللي حواليه. ما تربيش طفل مدلل مهما يكبر في السن يفضل برضه طفل مدلل، اناني، طماع، اعتمادي. علموا ولادكم ان هم يحسوا بظروفكم، ان هم يشاركوكوا معاكم. تمام، احنا كلنا معانا والدنيا تمام وهنجيب كل اللي احنا عاوزينه، مش هنبخل عليكم حاجة. الدنيا مش افضل حال دلوقتي، لا يبقى احنا مش هنقدر نجيب اللي انتوا عاوزينه. اوعى تيجي في يوم تقوله تمام انا ممكن استلف لك عشان اجيب لك حلويات. لا، انا مش هستلف، احنا هنصبر على طلباتنا لحد ما يبقى معانا. انا مش هفكر ان انا احط اولويات على حاجات تافهة. حد هيرد يقولي طب ما طلبات ولادنا دي مش حاجة تافهة، اكيد، بس في اولويات 1 2 3. الجنيه اللي هيتصرف على حلويات، شيبسيات، حاجات عبيطة، ممكن تتصرف على حاجة ليهم برضو بس اهم،